السلام عليكم خياتي. اليوم جبت لكم اروع طريقه لصنع الرشته الجزائريه التقليديه بالسميد وحده وبطريقه جد سهله. نتمنى ان شاء الله تجربوها خياتي. اول حاجه عندي هنايا كما راكم تشوفوا جبت الجفنه تاعي، درت واحد 600 غرام تاع السميد يكون رطب نوعيه جيده، وعندي هنايا شويه تاع الملح، وعندي الماء لميت به هنايا العجينه تاعي. الماء عادي، الماء سخون ما بارد، ماء عادي ملعين. لميت به العجينه تاعي وعجنتها واحد 2 مينوت هكاك. حكمتها هنايا قطعتها بالكوبات على 6 قطع هكاك. نديروهم كويرات هكاك باش تساعدني في الخدمه. نخليهم يريحوا واحد 2 دقائق. خليو الطون نحط هذيك الماشينه تاعي. نجيب هنايا العجينه الاولى تاعي ونبدا نحل فيها رقيقه كامل باش تساعدني في الخدمه، ونقطعها كيما راكم تشوفوا الشرائط هكا طوال، وندردر عليها شويه تاع الفارينه. تحبوا ديروا فارينه، نص فارينه نص مايزينا، ونبدا نحل فيها في الرقم 3، ومن بعد مور 3 نحلوها في اخر رقم عندنا في الماشينه. كاينه رقم 6 وكاينه اللي فيها رقم 7. انا حليتها في اخر رقم هكا باش الرشته تاعكم تجيكم خفيفه وتجي رقيقه. نفرشوها كامل ونحطوها فوق كاش طابله تكون نقيه باش تنشف لنا. غير تبدا تنشف، ما تخلوش تنشف مليح حتى تولي يابسه، تولي تفتت. تنشف شويه ونبدا نحل فيها كيما راكم تشوفوا هنايا. دهنت هذاك الكسكاس بشويه تاع الزيت، ما من الماشينه جهه تاع الرشته دهنتها بشويه تاع الزيت. غير بديت في الرشته تاعي ندردر لها شويه تاع الزيت، اللي من الاحسن يكون عندكم هذيك القرعه تاع الفشفاشه. انا ما عنديش هكا، شويه كلات لي الزيت بزياده. اللي عندكم هذيك الفشفاشه هذيك خير تساعدكم. شوفوا هنا جات روعه. هنا بديت نفور فيها خياتي كيما كتشوفوا هي سخونه، نبدا نحل فيها. شوفوا جات تهبل. نتمنى ان شاء الله تجربوها خياتي، وإلا عجبتكم الوصفه حنوناتي ديروا لي جيم وكومونتير وبارطاج. والسلام.